ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات ومقصره معاكم قوي. بس والله ما تزعلوش، انا فعلا كنت بعمل لكم فيديوهات حلوه وان شاء الله تعجبكم زي ما وعدتكم. ان هحاول اعمل لكم كام فيديو واحنا بنطبخ على النار كده، وبالذات بقى على البحر شويه فيديوهات تحفه. ان شاء الله تعجبكم. معايا بقى النهارده حاجه جديده كده، وسمكه اسمها سمكه التمساح. ده محمد، ربنا يبارك في عمره يا رب، محمد اخويا. عايزه كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي له كتير ان ربنا يبارك فيه ويسترها عليه يا رب ويحفظه من كل شر. ما شاء الله هو بيحب الصيد وهو صيد. فربنا رزقه النهارده وجاب لنا سمكه اسمها سمكه التمساح، وانا حبيت احط لكم مقطع منها لما بتكون تحت الميه. بيكون ده شكلها، بتكون شبه الصخور وشبه الرمل، وهي مش مؤذيه ابدا للانسان، وبالذات طعمها تحفه تحفه تحفه. حبيت اوريكم شكلها لما بتكون لسه طالعه من الميه، هو كده كان لسه طالع، يعني كانت السمك لسه طازه. هو لما بينزل البحر ساعات ربنا بيرزقه بحاجات حلوه زي كده، وساعات ما بيكونش فيه سمك على حسب ما ربنا بيرزقه. فاحنا هنعمل مع بعض بقى النهارده السمك ده على البحر، وكان ألذ سمك فعلا اكلته في حياتي. انا بصراحه ما بعرفش قوي في ان اطبخ حاجه على النار، فكانت قامت المهمه دي كلها كانت امي. محمد بقى كان ما شاء الله ماسك السمك نضفه، وما شاء الله لقينا في بطنه كمية كافيار او البيض بتاع السمك. كان بجد كان طعمه لذيذ، انا كان اول مرة في حياتي ادوق بيض السمك او الكافيار. كان بجد طعمه ما شاء الله كان لذيذ جدا، وكان طعمه رهيب فعلا. فهنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وبجد بجد عايزاكم فعلا تدعوا لمحمد، ربنا يسترها عليه يا رب، ودنيا واخره، ويحفظه من كل سوء. ما شاء الله ربنا يحميه يا رب. دي كانت بقى اسمها عصافيصة، او مش عارفة اسمها ليها اسم تاني، بس اللي انا اعرفه واللي متعارف عليه اسمه عصافيصة. برضو دي بتاكل، كان برضو طعمها حلو قوي. والقوقعة نفسها دي بيطبخوا فيها كمان حاجات، يعني ما شاء الله محمد قال لي هنطبخ فيها البيض السمك دوت او الكافيار، هنحطه في قلب. كملوا معايا الفيديو لاخره، هتلاقي فيه كذا مقطع كده حاجات غريبة، وهنصطاد كمان فيه كابوريا، هتشوفوا الكابوريا واحنا بنشويها. كملوا معايا الفيديو لاخره. دي الكوكعه بقى بعد ما خلصت، بصوا شكلها قد ايه، سبحان الخلاق العظيم، قد ايه شكلها جميل. اصلا بيعملوا منها تحف، بتاخدوها وبينحتوها كده بيدينوها حاجات تانية وملمعات وحاجات، بيبقى شكلها حلو قوي كديكور. هتشوف هنعمل فيها ايه. ماما بقى هنا كانت هي بقى اللي قامت بالدور كله، هي اللي عملت الاكل، زي ما قلت لكم ما بعرفش اطبخ على النار ابدا. هي بقى كانت بتعمل التتبيله بتاعت السمك، اللي هو توم وكزبره وفلفل، احنا بنحب الفلفل سبايسي، وملح وليمون. والبهارات بقى اللي هي بتاعت السمك العاديه دي. هنا بقى حبيت اعمل حاجه كده من دماغي من غير ما استشير حد، ورحت مولعه في الدنيا. اصلا القوقعه دي ما ينفعش احط عليها زيت، رحت انا حط عليها زيت، راحت مطرقعه واتكسرت في وسط النار. انا زي ما قلت لكم ما بعرفش اصلا في الحاجات دي خالص، هو عملت بقى على قد ما اقدر. يعني حبيت ايه اوريكم اكني انا اللي بعمل، بس انا ما كنتش بعمل بصراحه، هم ماما اللي كانت بتعمل ومحمد. دي كانت الكافيار، كنا عايزين نسويها في قلب القوقعه دي، بس انا زي ما قلت لكم انا بوظتها اصلا خالص وبوظت الدنيا. حبيت احط لكم مقطع بقى من الغروب، كان سبحان الله فعلا كان الغروب تحفه. هقعد احط لكم كده مقاطع من الغروب وهرجع لكم تاني في السمك. ماما كانت خلاص بقى بتتبل السمك هنا، زي ما قلت لكم سمكه التمساح راحت مقطعاها كده جزل، وبعد كده راحت متبله التتبيله العاديه بتاعتنا. محمد بقى ما شاء الله كان نضفها وقطع السمك الصغنون دوت، بقى هعمل لكم فيديو خاص ليه واحنا بنجيبه بالشبكه. فعلا يا جماعه متعه 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 سبحان الله. احنا بنخش البحر كده ومعانا شبكه وحاجه اسمها جرافه، بتجيب السمك الصغير ده. السمك الصغير ده طعمه لذيذ لذيذ فعلا لهواية السمك بس اللي بيفهموه. برضه احط لكم ان شاء الله اعمل لكم فيديو خاص بالفيديو الصغير السمك الصغير ده. بصوا برضه حبيت ان انا اعمل حاجه من دماغي، رحت مولعه في الدنيا برضه تاني. عصرت عصره ليمون صغيره رحت مولعه فيه برضه. ماما كملت بقى الباقي. هنا هحط لكم برضه كل شويه اقعد احط لكم مقطع كده من الغروب، لاني بجد كان شكله سبحان الله فعلا كان جميل قوي. احنا بنحب نقعد للبحر لحد بالليل، يعني بنحب نقعد لحد الساعة 12 واحدة. في بقى الاخطبوطات بتطلع، وفي الكابوريا، الحاجات دي. انا كنت اول مرة في حياتي اصطاد كابوريا، هوريها لكم في اخر المقطع او اخر الفيديو يعني. هنا بقى كانت خلاص بقى بتحمر السمك، وكان خلاص بقى الدنيا ليلت وكانت الدنيا ضلمت، بس حبيت اكمل لكم الفيديو للاخر يعني، واوريكم قد ايه السمكة دي سبحان الله. جزل فعلا جزل سبحان الله، اللحمة بتاعتها بيضة بيضة جدا، وقطع كده
آه كان طعمها فعلا لذيذ قوي، احلى كمان من الجمبري. دي بقى الكابوريا اللي احنا اصطادناها، حنطناها بقى عملناها مشوية، وكان طعمها برضو سبحان الله فعلا حاجة بتطلع طازة. آه بتبقى حاجة تانية خالص وطعمها مختلف خالص. هحط لكم بقى مقطع للكابوريا بس واحنا مش بنصطادها، بعد ما اصطادناها. بتبقى بجد الكابوريا دي بتبقى شرسة جدا، لو اتعضتي منها عضتها وحشة قوي وبتعور جامد جدا. انا حبيت اعمل لكم كام فيديو في الطبيعة وان احنا بنطبخ على النار، بجد اكل الولعة دي بتبقى طعمها مختلف خالص وطعمه حلو قوي. عايزاكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك، واشكركم جدا على المتابعة. السلام عليكم.